اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي الحلوين، وحشتوني كتير كتير. يلا بينا فيديو جديد وطاقه ايجابيه جديده وتروقات جديده، ونستقبل كده بقى. الجو بقى فيه لسعه لسعه برد كده، فقلت لا بنت امنيه مفيش بقى، خلاص انتي تشيلي الحفاظات بتاعه السجاد دي ونحط السجاد. هو اي نعم السجاد اللي انا حطاه برضو خفيف، ما هوش تقيل، مش السجاد اللي انا كنت متجوزه بيه، ولكن حبيت ان انا اعمل تغيير كده وطاقة إيجابية جديدة كده. وحبايب قلبي يلا بينا ندخل الفيديو ونسمي الله ونحط اللايك الجميل ونتفرجي معايا لآخر الفيديو. كله طاقة إيجابية وكله حاجات جميلة. استنوا معايا ونشوف هنعمل ايه النهاردة. ابتديت بقى استغنى عن البف ده، لان انا يعني عايزة اعمل تغيير، يعني عايزة اعمل حاجة تكون غريبة كده، يعني تغيير مش عارفة اوصلها لكم ازاي، بس انا عايزة اعمل تغيير. المهم زي ما احنا شايفين كده، شلت البف وشلت الحاجات كلها اللي موجودة، وابتديت ان انا اشيل. طبعا مش باين عندكم او مش باين في الكاميرا الحاجات اللي على الحفاظات دي لونها فاتح، فعلشان كده فيها بقع صغننة كده. طبعا بقى مكان ساندوتش ابني بياكله، قعد مثلا وقع كوباية مية، وقع كوباية عصير، مش عارف ايه. ليلة كبيرة قوي ومعاناة كبيرة قوي، انتوا ما تعرفوش عنها حاجة. المهم خدت كده الحافظة وابتديت ان انا اطلع على السلم، انفضها كويس تنفيضة كده محترمة، لان الحافظات دي انا بحطها في الغسالة. انا الاول كنت بغسلها كده كانت بتاخد مني مجهود وما كانتش بتنضف، انما لما بقيت بحطها في الغسالة واشغل عليها البرنامج اللي هو بتاع النقع ده، او برنامج غسل التقيل، الحاجات دي يعني هتكونوا عارفينها طبعا، اللي عنده الغسالة الفوق اوتوماتيك، بتطلعها نظيفة جدا وبدون مجهود وبدون اي حاجة. المهم كده ابتديت اخد الترابة الناعمة، وطبعا العاب بقى وهنا كنت بتأكد هنا كنت ببص على الفيديو، او ببص على الكاميرا وبتأكد هي بتسجل ولا لا. يلا بقى ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد، وفيديوهات كلها حماسية ان شاء الله مع بعض كده. ونشوف النهاردة كده عملنا ايه مع بعض. في طبعا كان لي مية بقى على على الصالون والدنيا كانت يعني انا كنت في حالة انهيار. الفيديو ده انا كنت بسجله الساعة 12 بالليل، طبعا لما اولادي ناموا، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب ويهديهم. اليوم ده انا ما نمتش فيه علشان ان انا اواصل لتاني يوم. طبعا قلبت الشقة كلها زي ما انتوا شايفين كده، حبيت ان انا ادخل اي طاقة ايجابية واي تغيير علشان ما ملش، لاني انا من الشخصيات البيتوتية قوي. فاي حاجة بقى تغير الجو وتغير المجال كده اللي احنا فيه. طبعا انا كنت حاطة بيضات على او فرش على الصالون لونها بيج، فشلتها طبعا اتبقعت، وعندي بيضات تانية لونها نبيتي، فقلت بقى نحط الطقم كله نبيتي ونغير الدنيا، نغير حتى النظرة للمكان كده، يبقى فيه تغيير ويبقى فيه طاقة ايجابية. هنا بقى زي ما احنا شايفين كده بشيل التراب الاول قبل ما امسح، علشان لما ابتدي ان انا انفض او كده ما بتبقاش تعمل مية بطينة كده والدنيا تبوظ مني يعني. عندي كنبتين، كنبة كبيرة وكنبة صغيرة زي ما احنا شايفين، فحبيت ان انا ابدلهم مكان بعض، قال يعني ان احنا كده بنغير في الدنيا، بس اهو الى حد ما وابسط حاجة بتعملي بيها التغيير. انا بطبيعتي جدا يا جماعة، مش كل يوم مشتريات، مش كل يوم بنجدد ونشتري جديد. احنا يا دوب عايشين كده ممشيين الدنيا وماشيين الحال. انما انا مش زي الفيديوهات التانية او مش زي القنوات التانية. في قنوات اللهم بارك بيبقوا هنشتري كذا عشان نظهره في القناة، هنعمل كذا عشان نظهره في القناة. لا يا جماعة، انا بنعيش عيشة اهالينا بمعنى اصح. عايزين نعمل تغيير نعمله، ونعمله بأبسط أبسط حاجة. عايزين نعمل تجديد نعمله على قد ما قدرتنا زي ما احنا شايفين كده. المهم بقى بدأت ان انا اكنس والم الم التراب. لو وصلتي معايا للوقت ده من الفيديو ما تنسيش اللايك وكمان الشير وسبسكرايب، يوصلك مني كل جديد، وكومنت حلو كده طاقة ايجابية معانا. وابتديت هنا زي ما احنا شايفين امسح. انا كنت حاطه ميه بديتول علشان بحب ان انا اطهر الارض كده اول باول، لان اولادي عندي طفل صغير لو وقع منه حاجه او كده اوقات كتير بيغفلني وبياخد الحاجه من على الارض ياكلها. فعلى بال ما نعدي المرحله الصعبه دي، ربنا يعني يرحمنا برحمته الواسعه،
طبعًا أنا هنا بقى مسكت الشقة كلّها طبعًا ومن تحت الصالون كمان، وكمّلت مسيح. في مقاطع كتيرة أنا حذفتها علشان ما عرفتش يعني إن أنا أعملها وأنا باصوّر، ولكن هنا بقى كان في استراحة محارب. أنا كده كنت هبطت طبعًا من كتر زق الكراسي والصالون والمش عارف إيه وكده، وقُلنا بقى استراحة محارب، وطلعت جبت السجاد وشِلت منه الأكياس. أنا باعين الحاجة بتاعتي نضيفة. يعني علشان لمّا آجي أقرر إن أنا أعمل تغيير أو كده، أطلّع الحاجة على طول ما استناش إن أنا لسه أغسل. طبعًا السجادة دي من أكتر السجاد المُرهق بالنسبة لي. السجادة دي مش عايزة حد يمشي عليها، والله العظيم بجد. اللون بتاعها نبيتي زي ما أنتم شايفين كده. هي سجادة حرير، اللون بتاعها نبيتي، فلو هفواية وقعت عليها هي مرهقة جدًا بالنسبة لي. أنا من الشخصيات اللي ما باحبش الحتة بتاعتي تكون مش في يعني في أي حاجة مش نضيفة، وبييجي لي هِسهِس بقى، وبتبقى مرهقة عليَّ إرهاق بدني بشكل رهيب. فمش مشكلة، هاستحملها حوالي شهرين كده، وبعد كده بقى إيه نبقى نشيلها ونريّح نفسنا مع سجادة تانية إن شاء الله. أحسن حاجة إن يكون عندِك بديل، مش شرط بديل السجاد، لأ، قبل ما بديل السجاد ده يطلع أنا كنت جايبة سجادة كمان قصاد السجادة دي، يعني أشيل سجادة أحط سجادة. المهم هنا بقى إيه، قُلت أنفّض الرُكنة. طبعًا تحت الشيلة دي بيبقى فيها هري كده وفتافيت صغنّنة كده. قُلت إن أنا إيه أنفّضها، وبعد كده أكنس كالعادة زي ما عملت برضه في الناحية التانية كده. أكنس وبعدين نشوف إيه هنشيل الحتة بتاعة الرُكنة دي، ونبتدي برضه نكنس وراها كده. أنا باحاول إن أنا أغيّر أي نظام في مكان الرُكنة، ولكن ما فيش تغيير نظام غير إن أنا شِلت برضه البياضات البيج، وهاحط بياضات لونها جراي. بياضات برضه كانت موجودة عندي. أنا من النوع اللي باحب إيه، يكون عندي حاجة بديلة علشان تغيير النظرة للشقة كده، ويبقى عندِك طاقة إيجابية طول الوقت. حاجة بسيطة ورداية، مش شرط إن أنتِ تكلّفي نفسِك. طبعًا السجادة دي باحبها، باحبها، باحبها. ما فيش أي حاجة بتبان فيها، هي أصلًا السجادة منغمشة كده، ما فيش أي حاجة بتبان فيها، فعشان كده حطيتها في مدخل الشقة. يعني مدخل الشقة هي الناحية اللي فيها الرُكنة، وبعد كده الناحية التانية فيها الصالون. زي ما إحنا شايفين كده، ابتديت إن أنا أعدّلها وأضبّطها وأنزّل كمان الرُكنة عليها. كنت طبعًا مسحت وكنست ومسحت. ابتديت بقى إن أنا إيه، أشوف البياضات أضبّطها من تاني، وأطلّع اللي هي البياضة الجري دي، علشان أنا باخيّطها في قلب الشِلَت. يعني مش باسيبها كده اللي يقعد ياخد البياضة معاه وهو قايم، لا، لا، لأ، باخيّطها بحيث إن اللي يقعد تبقى الحتة لسه نضيفة زي ما هي، وما فيش أي حاجة اتغيّرت، تبقى مريحة للعين زي ما إحنا شايفين كده. هي دي البيضة اللي أنا حطيتها، لونها جراي دي. ابتديت برضه إن أنا ألبّس الخداديات. أنا كنت غسلتها وعملتها على برنامج التنشيف الجاف، فعشان كده مجرد ما طلعتها من الغسالة حطيتها على طول. هي كانت كده نشفت أصلا، يعني مجرد ما كان الشباك هيتفتح عليها فهي أصلا ناشفة. يعني ما فيهاش اي حاجه، مش مبلوله يعني بمعنى اصح. حبايب قلبي الحلوين، لو انتوا لسه معايا في الوقت ده من الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ويلا قومي كده تنشطي. شوفي يا قلب اختك ايه اللي وراكي اللي لسه ما عملتهوش اعمليه. ظبطي حالك، شوفي لو وراكي تفريزات، لو وراكي اي حاجه في الشقه، ما تسيبيش الحته اللي انت قاعده فيها مش نظيفه. صلي على النبي كتير كتير. الصلاه على النبي بتزيد من الرزق، وبتريح البال، وبتريح وبتخلي عندك راحه نفسيه كتير. شغلي القران الكريم، لو ما عندكيش هاتي راديو صغير كده حطيه في المطبخ، بيفرق معاكي كتير وبيفرق من حالتك النفسيه كتير. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب اكون اديتكم طاقه ايجابيه واستفدتوا مني. ولو لسه عندكم اي اقتراحات جديده قولولي عليها ان انا اعملها معاكم. هنا بقى بوريتكم الاخر كده انا عملت ايه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام